متابعي تحت الخيمة العطرية، أحييكم وأقدم لكم المزيد من المعلومات حول العطور. المرأة لا تضع العطر لنفسها، المرأة تضع العطر لتلفت نظر الرجل، والرجل يضع العطر ليلفت نظر الآخرين. حكاية طويلة حول العطور وعالم العطور. الكل يحاول أن يثبت وجوده من خلال يعني ما يرتديه من ملابس، من خلال حركته، من خلال عمله. كذلك دخل العطر كعنصر مضاف لهذه المؤثرات التي تستخدم لجذب الآخرين. ولكن هل فعلا أن العطر يترك في ذاكرة المرأة ذلك الإحساس؟ هل فعلا يؤثر فيها؟ هل فعلا انه رائحة الرجل عندما يرتدي الرجل عطر معين او رائحة معينة سيبقى في ذاكرة المرأة؟ حديث طويل لنا معه حكايات في الأعداد القادمة ان شاء الله. اليوم اقدم لكم خلطة عطر عمرو دياب. عمرو دياب مطرب مصري مشهور، يعني صمموا له عطر معين مثل ما يصممون للمشاهير. حقيقة عطر جذاب وجميل، ويعني خلينا نقول تعبوا بإعداده ومكوناته. ولكن إذا أردنا نسوي خلطة من العطور الزيتية لهذا العطر فإنك تحتاج أن تضع 10 أنفكتوس، 10 غرام أو 10 ملي أنفكتوس، مع 10 سوفاج، 10 غرام سوفاج، مع 6 3G، مع 5 CK. هذه التوليفة تصبح 31 من العطور. نضع لها 65 كحول و4 مثبت و2 من الماء المقطر أو 4 من الماء المقطر. راح تصير عندنا توليفة عطر عمرو دياب. أقدمها لأصدقائي متابعي قناة البيارق، ولا تنسونا باللايكات والمشاركة والمتابعة لأن هذا قوة القناة. وأشوفكم بخير إن شاء الله أصدقائي.